جاء يضلها إشارة إلى الدجال ومحاولة تشكيكها. وبعدها رأيت الخروف على صهيون وجبالها. وبعدها رأيت الخروف على صهيون وجبالها ومعه كل الغالبين الظافرين للمنتهى الظافرين للمنتهى الظافرين للمنتهى. وماذا بعد يا يوحنا؟ قل لنا. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة، 7 ملائكة يظهرون بصورة عجيبة. وكيف كان ذلك الظهور؟ كانوا ومعهم ال7 ضربات الأخيرة التي بها أكمل الله غضبه على الأرض. وأين كانوا حين ذاك؟ كانوا في خيمة الشهادة في السماء حين خرجت ال7 ملائكة ومعهم ال7 ضربات. وأين كانوا يمضون؟ إلى حيث أعطاهم واحدا من الأربعة الأحياء 7 جمات من ذهب مملوءة من غضب الله إلى أبد الآبدين. ثم سمعت ملاك ينادي بصوت عظيم قائلا: امضوا واسكبوا جماد غضب الله، امضوا واسكبوا جماد غضب الله. اسكبوا أيها الملائكة جماد غضب الله، اسكبوا أيها الملائكة جماد غضب الله على كل جيل شرير لم يحيا كوصايا، لم يحيا كوصايا.
كل جيل شرير لم يحيك وصايا لم يحيك وصايا. وماذا بعد يا يوحنا؟ قل لنا، ماذا من أمر بابل المدينة العظيمة؟ ثم جاء واحد من الملائكة السبع والذين معهم الجماعات السبع وقال: هلم معي فأريك دينونة المدينة العظيمة بابل. سر بابل العظيمة سربها بالأرجوان وكل حجر كريم ولؤلؤ